ازيكم عاملين ايه؟ النهارده صحيت من النوم كده لقيت نفسي عايزه اغير يعني من نظام الفطار كده. احسن زهقنا من البيض والجبن والحاجات دي. قلت اعمل ايه شويه كبده كده مشطشطين يفتحوا النفس. انا جبت طاسه واسعه كبيره وحطيت فيها زيت كتير يعني عشان يقضي معايا الاكله كلها. ونزلت ببصلايه كبيره كده متقطعه، وضفت عليها شويه ملح وورقه لورا واحده. اقلب طبعا كل المكونات دي كده على بعضها تحت نار عالية على طول، علشان خاطر يعني احط شوية شوية ملح وشوية فلفل اسمر، واقلب كل المكونات في بعضها لحد ما ايه اضيف القوانص انا جبتها وحملت لها شوية مية مغلية وحطيتها تغلي شوية على النار بملح وفلفل وورقة لورا وحبهان، وشلت منها كل الدهون وفتحت القلوب وشلت منها الدم اللي فيها، وقطعت القوانص نصين كده، وبعدين ضفتها على البصل. انا مش عايزه البصل يدبل قوي، عايزاه بيقرش كده يعمل يعني يعمل معايا تكه كده وانا باكل، مش عايزاه يبقى مهري قوي. هقلب بقى كل الحاجات دي كده ببعضها. طبعا انا الجنزبيل معايا برضو في الكبد والقوانص، نص معلقه جنزبيل ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون ومعلقه ملح. دي يعني دي المقادير اللي انا ايه حطيتها في الاكله. هقلب كل ده مع بعضه كده، واميل بقى كده الطاسه على جنب، انزل كل الزيت كده على ناحيه واحده علشان انزل الزيت، عشان انزل الكبده فيه. اصدم الكبده بقى كده بعد ما اسخن الايه الزيت بتاعي، اديها صدمه كده. مش عارفه ليه مصرين على اننا نصدم الكبده على طول. بعد ما انزل الكبده ما اقعدش بقى اقلب فيها كتير علشان خاطر ما تجيبش ميتها، يعني تقليبه كده بسيطه خفيفه. كل ما تشمع معايا اقلبها تقليبه بسيطه علشان انا مش عايزه العصاره اللي فيها تطلع. افضل برضو يعني اقلب بقى في القوانص عشان ما انساهاش برضو، يعني حتى يعني يقلبها يا اما اهز الطاسه كده هزه بسيطه، تقليبه تبقى خفيفه زي ما انت شايفه كده. طبعا دي بتبقى اكله جميله مع العيش الفينو بليمونتين مخللين، قرن فلفل حامي. بتبقى يعني بتبقى تغيير، وبتحب العيال بنحبها. والكبد بتبقى موجوده عندنا من الفراخ، بنبقى شايلينها من الفراخ. هفضل بقى وراها واحدة واحدة، ما اقلبش فيها يعني معاها كده واحدة واحدة. اضيف بقى معلقة الجنزبيل ومعلقة الكزبرة الناشفة، معلقة الفلفل الاسمر، معلقة الملح. جنزبيل برضو معايا في الكبد والقوانص علشان هو مفيد وبيشيل الزفارة. كل ده على نار عالية، ما سيبهوش. واحط بقى هنا معلقة الهريسة اللي انا عملتها معاكم في القناة، فلفل احمر على فص ثوم على شوية ملح. اقلب كده، والريحة هنا بقى طلعت في منتهى الجمال. مرة تجربيها هتعجبك قوي. اضيف قرن فلفل رومي وقرن احمر وقرن فلفل اخضر وقرن حامي، بتبقى حلوة. والكبد دايما بتبقى حلوة وهي حامية، كله بيحبها كده. ادي الاضافات، ادي التوابل نزلتها، الفلفل والكزبرة ونص معلقة الجنزبيل. كترش يعني، انت في ايديك انك تنزلي معلقة وممكن نص معلقة زي ما انت عايزة. هي ما بتضيفش يعني حاجة في ما بتغيرش يعني في الطعم بتاعها. اقلب بقى كده وشوية اغطي علشان خاطر الايه المكونات كلها تاخد من بعضها وتدي. ايوه بتبقى جميلة وفطار حلو. بعد ما خلصتها بقى اغرفها، شايفة ريحتها تحفة وكلها يعني طرية، مش ناشفة. اشيل معلقة ورقة اللورا وجوسي ازاي وجميلة، ريحتها حلوة والكل بيحبها، وبيبقى مستنية مع بطاطس محمرة وعيش فينو، بتبقى في منتهى الجمال. اتمنى تجربيها ان شاء الله تعجبك.